ما ارسمش الكروكي خلاص، يعني ما ارسمش ايه الكوره والخط اللي بالطول والخط بالعرض والكلام ده. ابدا على طول اعمل لنفسي خط العين، ان انا هرسم مثلا العين هنا وابدا ارسم على طول العين، تمام كده؟ لو انا مش هرسم كروكي قشطه وعادي، وعلى فكره كنا بنشتغل كده زمان ماشي، فعادي ممكن اشتغل كده. طيب لو انا هرسم الكروكي بقى، هو الكروكي الافضل شويه ان انا ارسمه. طيب افضل ليه؟ لانه هيظبط لي حجم البورتريه بالظبط بالنسبه لحجم الورقه. لو بدات بالعين على طول ممكن تكبر مني شويه، يعني تروح يمين شويه شمال شويه كده وهكذا ماشي. طيب لازم اشوف الكوره على الصوره، حلو كده؟ واشوف الكروكي على الصوره. طيب الكوره بتاعت الشخص ده فين هنا؟ الكوره دي اصلا اللي هي ايه؟ الكوره دي هي الحته دي صح كده؟ طيب هي جايه من عند من عند الشعر هنا لغايه اخر الوش من هنا، بعد كده نازله لغايه المناخير صح كده؟ طيب هنا الكوره فين؟ عند البنت دي الكوره هنا، وبعد كده جايه لحرف الوش هنا، وبعد كده نازله لغايه هنا. ايه ده؟ يعني الكوره نزلت تحت المناخير؟ طب ليه نزلت تحت المناخير؟ لان الشخص ده بص لفوق. لما بص لفوق ايه اللي حصل؟ بصوا دلوقتي لو واحد بص لفوق، الكوره هتعلى لفوق ولا هتثبت مكانها؟ لا صح، هتثبت مكانها. ايه اللي هيتغير؟ الدقن. الدقن دي هي اللي هتعلى كده صح كده؟ يعني دلوقتي مثلا انا كأن الكوره اهي وده الجزء اللي تحت فيه، فلو انا بصيت لفوق فبصيت كده صح كده؟ طيب مش كده، ما هو كده ده انا ما بصيتش، انا راسي عيني لفوق صح؟ حلو، فساعتها لو انا بصيت كده فساعتها بقت الجزء بتاع الدقن ده يا اما قرب جدا من الكوره يا اما دخل جوه الكوره صح كده؟ الحته بتاعت الدقن دي. انت بتصور دلوقتي؟ طب ما نتفق يا جماعه. ما بدأ يصور. دلوقتي يا اما قلنا يا اما الدقن دي هتقرب جدا من الكوره يا اما هتخش جوه الكوره اصلا خلاص صح؟ عارفين الكون الايس كريم اللي هو بتاع زمان اللي كان فيه كوره وفيه بتاع من تحت مثلث كده صح كده؟ ايوه حلو، لو انا دلوقتي مسكتها وعملتها كده هبقى شايف المثلث ده او الجزء اللي كان تحت ده هشوفه جوه الكوره صح كده؟ طيب حلو قوي. فانا هنا الكوره عندي عشان اطلع الكوره دي على الصوره بعمل ايه؟ هوصل من عند الشعر لغايه اخر الوش واكمله كده كوره. يعني بصوا خد كيرف من هنا لهنا حلو وكمل الكيرف ده كوره، هيطلع لك اخر الكوره دي فين؟ فالكوره دي بقت في المكان ده مثلا. قشطه؟ قشطه؟ حلو قوي. الخط اللي بالطول والخط اللي بالعرض. الخط اللي بالطول ده هو خط قاسم لي الوش بالنص. طيب الخط ده ما ينفعش يكون مستقيم وما ينفعش يكون بكيرف كله. يعني هو اوله بس الكيرف لغايه الحاجب ومن بعدها نازل مستقيم. حلو كده؟ طيب هلاقيه مثلا من هنا لهنا بكيرف وبعد كده من هنا لغايه الدقن هنا نازل مستقيم. يعني هو ما بيتوصلش لحرف المناخير، لا. الخط اللي بالطول ده هو خط من هنا من النقطه دي لغايه نص النقطه دي لغايه نص الدقن. حلو كده؟ طيب هو ماشي من هنا اهو لغايه نص النقطه دي لغايه نص الدقن كده. ساعتها انا بقول هو الخط ده هنا هو نازل عمودي عدل ولا مايل؟ ولا عامل ازاي؟ تاني الخط ده اللي في النص ده هنا كده نازل عمودي عدل كده ولا مايل شويه؟ لا عدل. لا مايل شويه اهو. لا كده عدل ولا مايل؟ طب خلاص مش فارقه، هي حته صغيره فمش فارقه قوي، خلاص ده كده عدل ماشي؟ تاني الخط اللي بالطول اهو بقى من هنا لنص الوش هنا. بص هي الحته دي بس اللي الكيرف وبعدها من هنا بينزل مستقيم كده من النص ده للنص ده للنص ده. حلو؟ طيب فساعتها الخط كده بقى ايه؟ بقى مايل ما بقاش عمودي صح؟ ماشي مع حلو قوي. طيب الخط اللي بالعرض هو خط واصل من الحاجب للحاجب للودن. حلو كده؟ طيب فهو لو انا باصص كده عدل فهو اهو من الودن للحاجب للحاجب للودن فخلاص عدل. حاضر. انا خايف الشغل يبوظ. معرفش انت ليه سميتش ايه؟ ستورج. معلش هو احنا نعمل التقسيمات دي على البورتريه نفسه ولا على الورقه اللي احنا لا على الورقه. طب ما انت دلوقتي يعني انا لو اشتغلت على الورقه احاول اعملها على نص الخط اللي جاي ده، احاول اجيبه على نص المناخير بالظبط، مش هجيبه مرحل كده. ده هو مش نص المناخير، لان لو انا اخدته مع نص المناخير عارف هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى طالع عامل كده كده. لا ما انا همشيه ستريت يعني مش ما هو ستريت، ما هو ازاي من هنا لهنا ستريت هيطلع ورا كده؟ ما ينفعش.
ما ينفعش، ما هو ملوش علاقه بدي. عارفه هو لازم اعمله ستريت الخط ده ولا انت قلت أيوة. بياخد كيرف شويه؟ لا قلنا بياخد كيرف من فوق. او فكركم بحاجه، فاكرين في الجروب ده في البورتريه احنا كنا قلنا ان احنا عندنا الكوره، والكوره دي كان فيها الخط اللي بالطول كان بكيرف، صح كده؟ صح؟ حلو. كنا قلنا ان عندنا خط بالعرض. قلنا ان مكان تقاطع الخطين اللي هو مكان الحاجب بينزل الخط ده مستقيم. صح ولا لا؟ مش فاكرين الكلام ده؟ كنا قلنا من عند مكان تقاطع الخطين بينزل خط مستقيم. يعني الخط اللي بكيرف ده مش موجود، هو من اوله كده بكيرف وبعدها بينزل خط مستقيم كده. حلو كده؟ طيب انا هو الخط تاني، انسى خلاص، انسى الكلام ده كله. هو خط مش واصل لدي، هو من هنا للنص دي، نص الحته دي، تمام كده؟ وبعد كده للنص ده. ماشي؟ هو خلينا في الفاضي وابقى ابص للفوق. صح؟ مش سامع، مش فاهم. يعني يبقى اشتغل كده زي ما عملت على الفاضي، يعني دي الورقه بتاعتي مثلا. بشتغل عليها كده وبعدين ابص للفوق. بالظبط. انا مش هرسم اطلع المناخير بره الخط. ايوه بس انا هتخيل ده على، انا ليه رسمت هنا؟ عشان تتخيل الخطوط دي معايا على الصوره، فاهم كده؟ طيب الخط اللي بالعرض ده سهل جدا، هو خط اهو من الحاجب للحاجب للودان. طيب لو انا اخدته بكيرف ممكن يضايقني شويه، يعني ممكن ما يطلعش معايا بالكيرف اللي انا عايزه، لان هو هيجي من هنا كده وبعد كده هينزل كده. حلو. طب انا لو اخدته كده، بصوا كده من هنا لهنا، هو كده طالع لفوق صح؟ طالع مايل لفوق. طيب وبعد كده من هنا لهنا هو مايل لده. صح كده؟ يعني هو في الصوره هو عامل كده طالع لفوق بقى كان مايل لده. صح؟ طيب حلو قوي. بعدها هبدا اعمل ايه؟ الجزء بتاع الفك ده. هو احنا قلنا، فاكرين كنا قلنا من الجنب من هنا بيبقى فيه كسر، من الناحيه دي بيبقى فيه ايه؟ كده. بس خلاص. قشطه؟ سهل الكلام ده؟ طيب وانا برسم الجزء بتاع الدقن ده، بشوف هو قريب من الكوره قد ايه؟ مسافته من الكوره قد ايه؟ انا بتخيله على الصوره، لما تخيلت الكوره على الصوره تخيلت الخط بس اللي هنا. ده هو قريب من الكوره بس قد ايه؟ فاهمه كده؟ عشان ما تجيش اروح راسم ان هو بعيد قوي. مش فاهم حاجه؟ فاهم ولا مش فاهم؟ بأمانة ربنا. مش مصدق. طيب. أنا بقى بص الكورة والحاجات دي لو أنت مش قادر تشوفها على الصورة خلاص ما ترسمهاش. طب هي هتساعدك في إيه أكتر حاجة هتساعدك فيها الكور دي لما أجي أرسم حد من قدام البشر. لما يكون حد قاعد قدامي وعايز أرسمه واحد، صدقوني مش هعرف أرسمه من غير الكور. لازم أكون متخيل عليه الكور دي. أيوه وأنا قلت لكم على فكرة مذاكرتها إيه؟ بس حاسس كده. قلت لكم مذاكرتها ايه؟ قلت لكم مذاكرتها ان احنا هنرسم من رسومات صح كده؟ وبعد كده هنجيب صوره صح؟ وبعد كده مش قلت لكم هنجيب صوره هنتخيل عليها الكور ولا لا؟ ما قلتش الكلام ده بجد؟ ممكن نقفل اللمبه بس ديت انها عامله انعكاس جامد. اللمبه دي مكانها اديها الراجل الاول. حضرتك تقعد هنا؟ لا ماشي اوكي. زمر ما تيجي تقعد هنا. بصوا بقى ممكن استخدم القلم ده. طيب فانا هبدا ارسم الايه؟ الكوره والخطوط دي على الرسمه بتاعتي. فهقول مثلا الكوره دي عامل فيها شويه. معلش يا مستر ماشي مش غريب. وبصوا النبي وانا برسم الكوره دي انا بكون عينيا على الصوره. انا حتى لو انا مش شايف لو مش مرسوم الحاجات دي كده انا ببص على الصوره عشان انا متخيلها عليك. ادي الخط اللي بالطول اهو من هنا بقى مايل، الخط اللي بالعرض طالع لفوق سنه وبعد كده مايل لتحت صح كده؟ حلو؟ طيب خلي بالكم انا عملت ايه؟ المسافه اللي هي دي اصغر من المسافه دي زي اللي انا كنت شايفه عندي. فعلا المسافه الناحيه دي اصغر من المسافه الناحيه دي في الخط اللي بالعرض صح كده؟ طيب بعد كده قلت مثلا المكان اللي هو بتاع الفك ده عامل كده بعد كده مثلا الرقبه بتاعتها مثلا قلت مثلا من هنا كده ومن الناحيه دي هي جايه عامله كده. معلش كده بس يا اسامه. هي الخط اللي انت عملته كده ونزل اللي هو من عند العين كده اللي هو في النص ده ده الحاجب ده يعني ده الحاجب اللي فوق؟ ده الحاجب تمام.
ده الحاجب بيبقى احنا قلنا ما سمحتش عشان خط العرض، الخط العرض اللي هو خط الحاجب، حلو كده؟ طيب الخط العرض اللي هو قلنا ايه؟ بنوصل من الحاجب للحاجب للودان. ماشي؟ طيب فهو من الحاجب للحاجب للودان كده. بعد كده بقى هروح اعمل ايه؟ هبدا احط لنفسي خط العين، ان العين مثلا هيبقى مكانها هنا. حلو كده؟ طيب المناخير تقريبا هيكون مكانها هنا. البق تقريبا هيكون مكانه هنا. كل ده بقياسات؟ لا انا مفيش ولا اي حاجه قستها لغايه دلوقتي. صح كده؟ حلو، كل ده انا عامله منين؟ انا عرفت ازاي؟ لا انا بشوفه من الصوره بالتقريب عامل ازاي. حلو كده؟ طيب كل ده مفيش اي قياسات خالص، لسه هنقول القياسات. ماشي؟ طيب دلوقتي لو انا هبدا بقى ارسم بقياسات مظبوطه، فاول حاجه هبدا اعملها ايه؟ العين. بالظبط، هبدا اشوف العين اللي انا هرسمها دي هي ايه؟ هجيب لحضرتك ستاند؟ انا معايا ستاند على فكره. هي الإضاءة مش مخلية الصوص باين خالص. ابقى شايف الصورة. لا اللي هو بيعمله مش باين. مش باين هنا. طب ما ينفعش ننور النور فوقيك؟ لا مش هيعكس. اللي انت لا، مش باين بترسمه هنا. مش باين هنا. لا ما هو لسه هيبان. انا عارف انه مش باين في الكاميرا دلوقتي. طيب بص بقى. دلوقتي اللهم صل على النبي. انا هبدا بقى ارسم بنسب، فهبدا الاول احدد لنفسي مساحه العين اللي انا هبدا ارسمها. بالنسبه للكروكي اللي انا رسمه، الكروكي اللي انا رسمه ده تقريبا العين اللي انا هرسمها هيكون حجمها قد ايه عشان تبقى مناسبه للكروكي ده. هو بقى الكروكي اللي عملته كله وظيفته كده. ده وانا برسم من صوره. حلو؟ وظيفته ان هو بس يقول لي اول عين دي تقريبا هيبقى مكانها هنا، مش هتروح هناك شويه ولا الناحيه دي شويه، وهيبقى حجمها تقريبا قد كده. صح كده؟ طيب حلو. لو انا هرسم لايف يعني حد من قدامي وما عنديش وقت كبير ان انا اقيس النسب، حلو كده؟ طيب فهعمل الخطوه اللي هعملها بعد دي ايه؟ بعد ما هرسم الكروكي ده هبدا اخد الاوت لاين بتاع البورتريه كله واعمله كسرات. كروكي برضه بس بعمله كانه مكسر. فاكرين الكسرات دي؟ حلو؟ فهقول مثلا ايه؟ ان الوش من هنا عامل كده، بعد كده في حته داخله لجوه كده، بعد كده في حته نازله مثلا من هنا عدله شويه، بعد كده في حته طالعه لبره عند الخد، بعد كده مايله داخله لجوه الناحيه دي، بعد كده ده عامل كده، بعد كده في حته مكسوره مثلا في الدقن هنا، بعد كده طالعه لبره. هنا عندي مكان الودان تقريبا. حلو؟ بعد كده مثلا الجبهه من هنا عامله كده، الشعر من هنا داخل لجوه. بعد كده في الشعر جاي نازل من هنا كده، عندي باقي الوش من بره الشعر جاي عامل كده مكسور داخل لجوه، بعد كده طالع لفوق، من هنا الشعر جاي عامل كده. بعد كده بقى مثلا جاي من هنا كده. ده من غير دواير اصلا ولا بعد الدواير؟ ده بعد الدواير. قشطه؟ طب حلو. بعد الكلام ده بروح اعمل ايه بقى؟ لو انا برسم كل ده انا بتكلم لو انا برسم حد من قدامي وما عنديش وقت اقيس النسب، مش عايز اقيس النسب، حلو كده؟ طيب بعد ما عملت كده هاخد الظل والنور واعمل له تحضير للظل والنور. يعني لسه ما رسمناش ملامح وما رسمناش عين ومناخير ولا اي حاجه، بس هحط لنفسي كده ان في عندي مثلا المكان ده هيكون غامق، الظل داخل هنا، بعد كده عامل كده طالع بره مع المناخير هنا. بعد كده مثلا جاي عند البق الظل جاي عامل كده، بعد كده لف مع شكل البق، يعني عندي الحته اللي جوه دي غامقه، عندي الحته اللي هنا غامقه، عندي الحته اللي هنا غامقه. بعد كده عندي مثلا الجزء اللي عند ده تاني. طب ايه ده؟ يعني انا هظلل قبل ما احط تفاصيل؟ بس امتى الكلام ده؟ والتظليل بتاعي مش تظليل ده انا بس يا دوب رميت كده درجات خفيفه علشان ابدا اتخيل شكل البورتريه هو مظبوط ولا لا. طب في مشاكل عندي ابدا اعدلها، لان انا ما عنديش وقت ان انا اقيس النسب، صح كده؟ فانا رميت شويه خطوط تقول لي الشكل اللي انت راسمه صح ولا غلط. نقول الكلام ده تاني. لو انا برسم لايف، على فكره لسه هنقول النسب، لسه ما قلناش النسب كل ده، ماشي؟ طيب دلوقتي لو انا برسم حد لايف وما عنديش وقت اقيس النسب، عملت الكروكي بتاعي، حلو؟ بعد ما عملت الكروكي اخدت الاوت لاين قعدت اكسره كروكي كانه طبيعه صامته. فاكرين الفاكهه لما كنا قعدنا نكسر لها الاوت لاين كده؟ قعدت اكسر له الاوت لاين بتاعه كده. طيب وبعدين رميت او عملت تحضير للظل والنور، قسمت مكان غامق وفاتح وبقيت ارمي غامق وفاتح في البورتريه. حلو؟ وبعد كده بقارن بقى اللي انا عامله ده بالصوره، هو مظبوط ولا في حاجه عايز تطول شويه، حاجه عايز تقصر شويه، وابدا اعدل فيه واحده بواحده. حلو كده؟ سهل الكلام ده؟ مالك؟ في ايه؟ صعب ولا سهل؟ لا انا مش متخيله. يعني طب الكره الاولانيه فين؟ ولا ما فيش كره خالص؟ اما لا مش باين عندك.
ثانية واحدة. نقطتين مسافة العين، فهقول إن العين تقريبا هرسمها من هنا لغاية هنا. تفتكروا العين في المسافة دي كويسة ولا كبيرة ولا صغيرة؟ كويس. طيب أنا عايز أقول لكم إن العين دي هتكون كبيرة والبورتريه هيخرج بره الفروج. قشطة؟ ولو عايزينها كويسة فعلا بالنسبة للبورتريه فالعين هتبقى كده. تبقى أصغر بكتير. بس إحنا هنعملها كبيرة لازم عشان لو أصغر من كده محدش هيشوف حاجة. صح كده؟ ولا بس ولا نكبر يعني أكتر مثلا في الرسمة في نهاية العين بعد كسرة الحاجب، يعني الكسرة بتاعت الخط اللي فوق هي جاية، فعشان كده لما سألت أنا بالنسبة لي المقاس الأول هو المظبوط، صح؟ فاهمني ولا لا؟ انت ايه؟ يعني هو لما مظبوط ولا مش عملت مظبوط؟ لما قلت دي كبيرة ولا لا وقلنا مظبوطة فأنت قلت لا كبيرة. بس هي هنا مثلا عند الكسرة بتاعت اللي فوق دي بتاعت حلو الخط بعدها معديها. حلو. نكمل عليها يعني؟ ماشي احنا هنكمل عليها كده كده. لا بقول لك احنا بنشوف ايه؟ أيوة يعني احنا هنوصل لايه؟ طيب انا عشان اعرف الموضوع ده وعشان اشوفها كده اعمل ايه بقى؟ انا رحت متخيل البورتريه ده، يعني احاول انقل عيني ما بين ان انا اجيب الصوره دي واحطها هنا على الورق. حلو، اتخيله على الورق بس واحد، يعني افضل انقل عيني بسرعه كده لغايه لما اتخيل الشكل ده على الورق. هتبداي تشوف الحجم العين هيبقى قد ايه. تعرف ان حجم العين المفروض اصلا يظهر ويتحرك من ناحيه شويه. لو حد قدر يتخيل الموضوع ده هيشوف كده. هتشوف ولا لا؟ يكبر ويتحرك؟ لا هيظهر، هيروح شمال، يظهر ويتحرك يمين. طب من غير قطع كلامه ينفع احط ورقه شفافه واعمل الكروكي على الشفافه وبعدين اطبعه على حركة الورقه وبعدين اكمل، ولا بلاش كده؟ بلاش. لازم التعب والشقه اللي احنا عمالين نشقى فيه ده نشوف في الاول خلاص. ماشي. بس الشغل ده صعب. بص بقى، هرسم العين، انسى بقى البورتريه. انا مش عايز اشوف غير العين. حلو كده؟ ايه؟ لما بنكبر العين ونيجي نرسمها ونيجي نقرا على حاجه بتطلع اصغر من اللي انا عملتها بسبب التكبير. انا دلوقتي بنعوز نشوف التفاصيل. كبر الصوره. حلو. برسمها. التفاصيل بتكبر يعني؟ التفاصيل اللي بعدها على طول ممكن الموبايل يصغر مني فبالتالي بلاقيها صغيره مش بتديني نفس الحجم او نفس المقاس بالظبط. دي غلطه بعرف على طول بس بحاول نصلحها يعني. طيب هو بص، يعني هقول لك على حاجه، لما تكون راسم اوت لاين مش هيأثر معاك، يعني احنا لسه دلوقتي في الاوت لاين مش في التفاصيل. فلما اكون عامل الاوت لاين هيظبط معاك شويه. فاهم كده؟ طيب دلوقتي انا عايز بس لازم اكبر الصوره عشان ما اشوفش غير العين. لازم اكبر الصوره عشان ايه؟ عشان ما اشوفش غير العين، عشان اعرف اركز فيها كويس لوحدها. طيب العين دي عايز اجيب نفس الشبه بتاعها. الاول خالص كده اول حاجه، هو العين بدايتها ونهايتها على خط عادل ولا مايل؟ عادل. مايل شمال شوية. صح كده؟ امسك القلم كده. ممكن نمسك القلم كده بس نغمض عين واحده. هات القلم. طيب وخلي القلم بالعرض وشوفوا لو حطيت القلم على العين. لو حطيت القلم على العين هو العين دي عدله ولا مايله؟ مايله ازاي بقى؟ مايل يمين. هو من هنا لهنا في ميل سنه ناحيه، صح كده؟ مايله حاجه بسيطه قوي، يعني لو عملتها عين برضه مش هتاثر معاك، صح كده؟ او مش هتعمل لي مشكله كبيره. يعني منها حاجه بسيطه، خلاص ممكن اعملها يا اما مايله يا اما اعملها يعني عدله، لكن لو انا مشيت على الكروك بتاعي هتلاقي ان انا كنت مايلها زياده، لان كنت راسم خط العين كان مايل قوي، صح كده؟ طيب فالنقطتين اللي حطيتهم في الاول كانوا مايلين زياده، فكان لازم بس اخد بالي من النقطه دي. طيب عايزين بقى نرسم ايه؟ الجفن بتاع العين واجيب نفس الشبه بتاع العين، يبقى لازم اعمل ايه؟ الكسرات. فاكرين الكسرات في جفن العين؟ فاكرين لما قلت لكم محاضرة تانية قلت لكم ان في جفن بتلاقيه متكسر ولا ما قلتش الكلام ده؟ قلت والله قلت. طيب الجفن ده هنا عندنا. ايوه كان بسرعه. دلوقتي الجفن ده عندنا هنا هو ماشي بكيرف كده على بعض ولا جاي عامل كده وبعد كده مايل كده وبعد كده مايل كده؟ صح كده؟ حلو. فهو في الاول طالع في حته صغيره، في عندي كام كسره؟ 1 2 3. بعد كده في الجفن اللي تحت 4 5 ماشي قول 5. طب دلوقتي ازاي انا شفت الكسرات دي؟ او ازاي بنشوف الكسرات؟ سهل جدا، قلناها برضه في طباع الصمت قبل كده. ان انا باجي اخد مع اول الجفن
مع اول الجفن من هنا وامشي بخط مستقيم، اول ما الخط يطلع بره يبقى ده واحد، ادي كسر. حلو كده؟ بعد كده من هنا واكمل 2 3 4 5 ممكن 6 صغير. طب ما هي باينه زي كده، باينه ان هي كيرف؟ بسيطه. لا ما هي مش، ما هي انا بعد ما اعمل الكسرات هعمل كيرف، اخليها بقى بكيرف. بس الفكره كلها ان انا الكسرات دي هتخليني اجيب نفس الكيرف بالظبط اللي قدامي، لكن هو انت لو قلت كيرف بس فمش هتجيبي نفس الكيرف مستحيل. فاهمه كده؟ الكسرات دي هتجيب لي بالظبط ان انا هطلع من هنا كده وبعد كده ده هيمشي كده شويه وهيمشي طويل، يعني الحته تحس انها مفروده. لو عملتها كيرف هينزل من بدري شويه، فاهمه كده؟ ومن هنا بيبدا ينزل لتحت. ماشي؟ ومنبت العين مش ستريت لاين في الاول خالص، المعين من هنا يعني عدل شويه كده لفوق بس، يعني بيبقى ستريت كير وبعد كده يبقى خط تاني. بعد كده عدل. ايوه بالظبط. حلو، لكن مش بالكيرف. انا لو رسمت في المساحه دي انت هتشوفه؟ مش هتشوفه. اكبر شويه. اكبر؟ طب ماشي. بص احنا كده هنخرج بره الكروكي فهنخلينا نكبر عشان بس ايه نوضح التفاصيل. لو حضرتك كنت عملت خط للعين تحت بتاع الخط مش كده ستريت بالظبط. سميك شويه. ايوه حلو. خلاص ده هنخلي العين من هنا لغايه هنا. ماشي هنخرج بره كتير بقى بس مش مشكله عشان بس ايه عشان تشوف الحاجات دي. طيب احنا شايفين. واحد تقول ايه يا محمد؟ بقول لك ما تبص السكتش عشان اعرف اغش منه كويس. 2 3 4 5 6. طب دلوقتي هو انا برسم العين بعملها كده؟ يعني ببدا ارسم الجفن كده؟ لا، انا دلوقتي كاني عملت كروكي للعين، كسرات للعين، وبعد كده همسك القلم تاني من قريب وابدا ارسم شكل بقى العين حته بحته، فاهمه كده؟ طيب معلش الوسع بتاع العين جبته ازاي؟ لغايه دلوقتي جايبه بالتقريب. حلو كده؟ لو عندي مشكله فيها هعدله، عشان كده ببدا اشتغل من الاول بخفيف جدا. انا كل ده انا ممكن اعدل على فكره دلوقتي، ممكن اخد العين دي اللي جنبها مش هبانهم خالص. فاهمه كده؟ طيب انا لغايه دلوقتي انا جبته بس بالتقريب كده بعينيا. بس ممكن ناخد مقاس بالقلم الطول بالنسبة للعرض كام تقريبا؟ لا انا بقعد اقيس. بتقيسي ايه بقى؟ بالقلم بقيس وسع العين. بتقيسي بالنسبه نعم. بالنسبه لايه؟ بص أنا- بكبر الصورة كبيرة معينة وأقيس بالقلم كده العين من فين لفين وسعها من فين بشتغل على لفين نفس كده. التكنيك. ايوه حلو. انا قست وسع العين فعلا، مش قستها احطها على ايه؟ على الورقه؟ اه لا ده غلط، ليه؟ عشان انا كده ملزم بحجم الصوره. ايوه ما انا ملزمه بحجم الصوره. لا ده مش صح، ليه؟ ما ينفعش. انا ممكن اروح اعمل حاجه زي ما هي قالت من شويه، قالت انا ممكن اقارن العرض بالطول، يعني وسع العين بالنسبه للطول اشوف. يعني مثلا اهو اروح قايس كده وسع العين ده لو اخدته بالنسبه للكسره دي هو قد ايه بالنسبه للكسره دي؟ فاهم كده؟ طيب هو طلع قد من هنا لغايه هنا تقريبا، فلو اخدت الحته دي حاططها هنا طلع قد وسع العين خلاص بقى مش انسان. فاهم كده؟ انا بعمل حاجه اقول صح ولا غلط؟ لما ببتدي بالعين ببتدي بالنني. لا ما ينفعش غلط. طب اكمل وبعدين ارسم الحته بتاعه البياض مثلا اذا كانت مثلث ولا ايا كان، وبعدين ببني عليها العين. ده كروكي ولا بترسمي رسم؟ لا ده في البدايه خالص. يعني بترسميه كروكي يعني كده النني كده. وبعدين بقيس بشوف البياض بالنسبه للنني قد ايه وبعدين بقيس عليها العين. كده غلط؟ يعني لو تطلع لو كروكي ماشي، لكن لو لا دي البدايه اول خط خالص في عايز. طب بص كده صلى على النبي، عايز ارسم النني وعايز اجيب نفس حجم النني بالظبط ونفس النظره بتاعه البنت دي. استاذه مريم، اول حاجه عايزين نجيب حجم النني، حلو كده؟ فعشان اجيب حجم النني ده بعمل ايه؟ عشان ما يطلعش النني عندي كبير قوي او صغير قوي، بقارن بدايته الاول، بعرف بدايته ونهايته. هو بدايته فين بالنسبه للكسرات اللي كنت عاملها ونهايته فين بالنسبه للكسرات، حلو كده؟ عشان ما اجيش اروح راسم. لو انا بدات على طول مثلا رحت راسم اهو كده الجفن مثلا عملته كده وبعد كده رحت راسم النني كده ولفه كده على طول، مستحيل اجيب نهايته صح. صح كده؟ مش فكره هيطلع حول، هيطلع يا اما صغير بالنسبه للعين يا اما كبير بالنسبه للعين. طب ما ينفعش نقيسه برضه؟ ممكن نقيسه، ممكن نقيسه. انا بقيسه برضه. حلو ماشي، بس اقيسه من الصوره احطه على الورقه؟ لا، عشان انا كده ملزم بحجم الصوره نسبة ده وتناسب. غلط. انا ملزمه فيه. لا ما ده
مش صح. وانا دلوقتي افرضي انت ما عرفتيش تكبري زي الحجم اللي انت عايزه تكبريه هنا، تمام؟ عايز ارسمها على الحيطه، طب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ ما احنا عندنا طريقه اسهل. ماشي؟ طيب دلوقتي انا بشوف الاول، قلنا بنشوف بدايته ونهايته، واروح اعمل نقط الاول، نقطه لبدايته ونقطه لنهايته. عند الكسرة الثانية تقريبا. ايوه صح، وهنا في اخر يا دوب ايه؟ عند الأول الثانية. ايوه حلو. طيب عرفت بدايته ونهايته صح؟ عايز اجيب بقى نفس اللفه يا محمد للكيرف بتاع ده علشان يطلع لي ايه؟ نفس شكل البورتريه بتاعه او نفس النظره بتاعته صح؟ طب بص بقى موضوع كسره النني ده او لفه النني ده يعني هو حته صغيره جدا بس تبوظ البورتريه كله. ازاي؟ دلوقتي هو النني من هنا بادئ بدايته نازله بلفه ولا نازل عدل وبعد كده مكسور لجوه؟ عادل ومكسور. حلو، عدل وبعد كده مكسور لجوه. طب يعني ايه عدل؟ نازل عدل يعني الجفن مغطي نص النمل. حلو كده؟ طيب من هنا هو نازل عدل ولا مايل؟ مايل، مفيش حته عدله صح؟ يعني ايه؟ يعني الجفن مغطي اكتر من نص الايه؟ من نص النمل، صح كده؟ طيب حلو قوي. اهلا اهلا اهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام. حلو، فقلنا هنا ده ايه؟ نازل مايل صح كده؟ مش نازل عدل. خلاص يبقى انا لما اجي ارسمه من هنا الاول بدايه النني هي نازله من هنا عدله وبعد كده مايل لجوه، ونهايته من هنا هي نازله مايله بس صح كده؟ طيب تعالى نشوف فرق مثلا ما بين ان انا اعمل ادي جفن العين اهو، ان انا اعمل ده نازل عدل وبعد كده داخل لجوه ومن هنا مايل، وان انا اروح جاي جفن العين اهو اقول ده طالع لبره وبعد كده نازل عدل وبعد كده داخل لجوه. الحته الصغيره بس اللي عملناها دي تحس العين بقت مبرره. دي على فكره هتكون حته ملي في الرسمه، يعني حاجه صغيره جدا جدا جدا. فهي بس كل فكرتها ان انا ما اجيش اروح اعمل كده، اني اروح اعمل كده وخلاص. فاهم كده؟ طيب. هعمل؟ ماشي، طب يعني بلاش نعمل كده. حلو قوي. خلاص رسمنا العين. لو عندي الجفن اللي فوق العين ده لو هو باين في الصوره عندي، فساعتها هبدا اعمل ايه؟ اشوف بدايته ونهايته، اشوف هو بيبدا من عند نفس الجفن ده ولا لا، ولا قبله ولا بعد. طب بيعلى لفوق من هنا قد ايه؟ طب بعد كده بيطلع لفوق فيه كام كسره؟ طب بيعلى من هنا من النص قد ايه؟ فاهمين كده؟ بعد كده بينزل لتحت، بينزل بيقرب من ده ولا بيبعد اكتر؟ فاهمين كده؟ ده لو ظاهر عندي. طب هو مش ظاهر عندي هنا جفن صح؟ خلاص ما ارسموش، ماشي؟ طيب حلو قوي. عايز ارسم العين التانية. نرجع بقى طالما هرجع للنسب. بصوا كده لما كنت برسم العين الواحده ما بصيتش على اي حاجه في البورتريه، كاني مش هرسم البورتريه، صح ولا لا؟ يعني انتوا ركزتوا معايا في العين كاني فعلا مش هرسم اي حاجه ثانيه غيرها، صح؟ حلو جدا. انا فعلا لو عملت كده هعرف ارسمها صح، لكن لو اتشتت ما بينها وبين حاجه ثانيه وانا لسه اصلا ببدا ارسمها مش عارف ارسم حاجه. فاهمين كده؟ طيب. احنا كل ده بنرسم اوت لاين ما بنظللش، ما بالك لو بنظلل هنقعد نركز فيها ازاي وهنبص على كل حته ازاي، ماشي؟ طيب عايز ارسم العين الثانيه، ما بين العين والعين؟ عين، صح كده؟ حلو. يبقى انا هروح قايس، بص كده، هروح قايس العين دي واخدها احطها هنا وابدا ارسم العين الثانيه، صح الكلام ده؟ لا. بس سؤال يا مستر معلش. ايه؟ سؤال. الوضعيه دي ما بتجيش كامله. ايوه ما احنا بنقول لا اهو. بص بقى محمد بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الوضعيه دي المفروض ما بيكونش فيه عين كامله، يعني العين تكون اقل من العين لان هو لف، صح كده؟ طب انا ايش ضمن ان كلام محمد صح؟ نقيس بقى. ايه؟ نقيس بقى. حلو صح. هعمل ايه بقى؟ بص انا عايز اتاكد من ان النسبه اللي احنا اخدناها دي تنفع مع الصوره دي ولا لا، وعايز اتاكد من كلام محمد كمان اللي هو بيقول المفروض تصغر من العين تصغر، صح ولا لا؟ حلو. فهعمل ايه؟ هاجي على الصوره نفسها وهقيس هي المسافه اللي في النص دي، المسافه اللي في النص ما بين العينتين قد العين دي ولا لا، ولا اصغر منها زي ما محمد بيقول مثلا؟ اكبر. طب تعالى كده نتاكد. لو انا قست العين دي اهي وحطيتها في النص هنا، واحد وايه؟ ونص تقريبا، واحد وحته. اطلع بقى الناحيه الثانيه. ممكن نقيس الحته الباقيه دي ناخدها نحطها على العين، واحد وتلت. حلو؟ يعني المسافه اللي في النص واحد وتلت من العين دي، صح كده؟ حلو قوي. يبقى انا هاجي في البورتريه بتاعي اعمل ايه بقى؟ هاجي اقيس العين دي زي ما هي واحطها هنا ولا هزود كمان مره؟ هزود تاني في التعيين، صح كده؟ حلو. يبقى انا تاني هروح قايس العين دي واخدها
احطها هنا واعمل نقطه وازود كمان عليها تلت العين اللي هو كان تقريبا مسافه الكتير. يعني من هنا هبدا ارسم عين تانية. يا نهار ازرق، لو بدات ارسمها من هنا امال هروح فين؟ هتخرج بره صح؟ انا مش هخرج بره بس هتبقى اكبر من كروكي يعني كده. طيب دلوقتي انا هبدا ارسم العين من هنا. انتوا حاسين الكلام ده صح؟ كبير. انا حاسه كتير قوي. طب نتاكد تاني. عايز المسافه دي. هو حضرتك بتقيس العين من فين لفين؟ بقيس من عند قفله العين. يعني القفله من هنا. من هنا يعني لحد هنا. طب ما هي هتطلع عين او كده يعني. ليه؟ مش هتطلع عين وتلت. ليه؟ بص مش دلوقتي قايسها بالظبط. انا قايس من هنا. من هنا، انما مش من. طب ما المفروض من هنا. ما هو دي لا دي مش العين، ده رموش ولا حاجه يحطها مش العين. سحبة العين. لا والله ده مش. بص على فكره هقول لك على حاجه، هي كده كده ما ينفعش تطلع لحد القفله اللي هي بين. ايوه دي نهايه العين لحد القفله. ايوه لكن دي رموش وحاجه زي كده. حلو. طيب تعالوا نعمل مثال على حاجه ثانيه بسرعه. هتبقى عين على فكره. مثلا الصوره دي. طيب عايزين نرسم، احنا رسمنا العين دي مثلا الاول وعايز اقيس بقى المسافه اللي في النص. حلو. فاروح اعمل ايه؟ هقيس العين دي واخدها احطها في النص. 1 2 وحته. ما لازم دي هتبقى 2 عين وحته. صح كده؟ من العين اللي احنا رسمناها في الاول. طب لو قسناها بالنسبه للعين الثانيه مثلا العين دي ناخدها عند قفل العين نحطها هنا برضه عين ونص او عين وتلت تقريبا. صح كده؟ كبيره يعني، هي مش اصغر، ده اكبر من العين. صح؟ حلو قوي. دلوقتي انا بقى النسب عندنا اللي احنا كنا قلناها قالت لي دي مسافه عين. صح كده؟ طيب ده وهي بص كده بالوش. لان هو باصص كده. حلو. باصص فانت محمد قال باصص الحته دي، الحته الكبيره بتاعت المناخير دي هي اللي مبينه ان احنا واكلين حته من العين نفسها. حلو ماشي. الفكره ان هو ايه دلوقتي احنا كنا اخذنا ان هي عين ومحمد قال لما اتحركت المفروض تقل وهي فعلا المفروض تصغر لانها خلاص يعني قربت من بعضها. صح كده؟ بس هي كبرت. انا امشي على انهي نسبه بقى؟ انا امشي على الصوره. صح؟ ايوه. هي الصوره هي اللي هتجيب لي في الاخر الصوره. انا برسم الصوره برسم حل تاني. بس انا معلش مثلا انا كنت اقصد على العين اللي هي الثانيه مش المسافه. يعني المسافه دي هتصغر ولا العين الثانيه العين هتصغر؟ الثانيه ذات نفسها هتصغر. بص ايا كانت القاعده انساها. ليه بقى؟ لان دلوقتي انا مش بتكلم على حد بس، لا يعني لو الكلام ده مش بس على حد بيتحرك او عامل كده، حتى لو برسم حد بالوش بص بالوش كده. طب دلوقتي انا برسم حد هو عنده حاله شاذه، عنده المسافه دي كبيره جدا اكبر من عينه واثنين عين 3 عين، انا اجي ارسمه هتبقى ارسمها له عين مش هيطلع هو. صح كده؟ فانا لازم اتاكد من النسبه عند الشخص الموجود قدامي. وكمان النسب دي مش قران يعني، مش حاجه بالظبط. ده هو ايه؟ حد يعني اكتشفوا موضوع الناس لما شافوا، لما لقوا ناس كتير قوي شبه بعض في الحته دي، فاهمه كده؟ فقال لك خلاص الحته دي تبقى قد العين، فاهمه؟ فانا بقى عشان اتاكد من الكلام ده لازم اتاكد من الصوره بس. سهله؟ طب حلو قوي. طيب رسمنا بدايه العين، عايز ارسم العين الثانيه بتاعت الصوره. المفروض العين دي قد العين دي صح؟ ولا لا؟ لا اصغر. طب حلو، هروح قايس من اول العين هنا. طب لغايه فين؟ نص وقت. احنا عندنا هنا نقطتين، عندنا نقطه اللي هي الحته السوداء دي اللي هي اخر البياض، وعندنا نقطه اللي هي قفله العين السحبه اللي بره. اقيس لغايه فين؟ اللي انت عايزه مش فارقه يعني. انا قست لغايه، لسه اقول لك انا مش بقيس بالعين، بقيس باي حاجه، اي مسافه معينه واضحه بالنسبه لي بقيس عليها بالظبط. انا ممكن اروح قايس المسافه دي كده اهي، اخدها لغايه البياض ده، وبعد كده اخدها احطها على العين، طلعت من اول بدايه العين هنا لغايه اول النني. صح كده؟ حلو قوي. يبقى انا خلاص عندي في رسمتي من اول بدايه العين لغايه اول النني هنا هي نفس المسافه اللي هتديني لغايه بياض العين بس. صح كده؟ ولسه هكمل بعدها حته قفله العين. او ممكن العكس، ممكن اروح قايس لغايه الاخر هنا واخد دي احطها على العين، طلعت مثلا نص العين ولا اكبر شويه من نصها، اروح جاي هنا قايس حته اكبر من نصها واخدها احطها من بعد النقطه اللي كنت عاملها في الاول، فاكرين؟ طيب واقول هنا قفله العين بس لسه عندي البياض ده جوه شويه. فاهمين كده؟ يعني مش فارقه قست لغايه هنا ماشي، قست لغايه هنا ماشي، قست الاثنين ماشي، براحتك كويس. ماشي؟ طيب حلو قوي. بس في نقطه قبل ما اجي اكمل كده بس، وقبل ما اجي ارسم العين الثانيه، انا خلاص كده عرفت نسبتها ماشي.
بس عايز اعرف هي في نفس السوا نفس الخط بتاع العين دي ولا لا. طيب انهي نقطه بالظبط في العين؟ الاول بدايتها، عايز اعرف بدايتها من هنا، هي في نفس السوا بتاعه العين دي، نفس الخط بتاعها ولا لا؟ طيب انا لو جيت عملت كده بالقلم مايل لا الاثنين نفس الخط. البدايه بتكلم على بدايه الجلد دي، الحته دي بدايه العين بالنسبه لي صح؟ خلاص هو ده لو قارنته هنا هلاقي ان هو ماشي معاك نفس الخط. حلو جدا. انا بقى عشان خلي بالك من النقطه دي ان انت ايه البورتريه مايل، فانت هتخيل ان هو هيبقى مايل فهتروح ترسم عين تحت فيطلع عين فوق وعين تحت. عملت كده. فاهمين كده؟ طيب فلا انا اروح مقارن ده وخلاص البدايه النقطه اللي هرسم منها هي فين بالنسبه لدي. طيب خلاص يبقى انا خلاص عرفت الاول. بص صلي على النبي. بص دلوقتي هشوف ده هو انا عرفت خلاص ان هو في نفس الخط صح كده؟ طيب دي البدايه، النهايه بقى فين؟ النهايه في نفس السوا ده ولا لا؟ تحتها شويه صح؟ لا تحت ركزوا معايا بقى. تحت. طيب تاني ده البدايه، النهايه في نفس السوا دي؟ لا ده تحت بكتير صح كده؟ حلو قوي. طيب ممكن اعمل ايه؟ لو عايز تقيس الوسع بتاع العين ده وتروح جاي مقارنه بوسع العين ده ممكن تعمل كده عشان تعرف هما الاثنين نفس الوسع ولا لا. فاهم كده؟ ما طلعش واحده كبيره واحده صغيره. ماشي؟ ممكن يبقى واحده كبيره واحده صغيره ده عادي على فكره. ماشي؟ والنبي ركزوا معايا عشان احنا لسه قدامنا حوار طويل حلو ولسه قدامنا حاجات كتير هتبان وبتاع ايه مش اجيب لكم ستاند، اجيب لك ستاند. لا انا بركز انه هنا. مش باين مش باين. طيب هبدا ارسم بقى العين دي عشان هنتاكد بس من النسبه عشان ما قستش كويس. هي العين دي بقى بص صلوا على والنبي ركزوا معايا في الحته دي. الكسرات العين دي جفن العين لو انا اخدته كده بالبركه لا شيل المحل كده بس كده معايا. بص دلوقتي لو انا اخدت الجفن ده كده بكيرف انا متاكد ان انت هتلاقيه ان هو يا ماشي عدل يا طالع لفوق. حلو كده؟ بس هو ولا ماشي عدل ولا طالع لفوق. هو بدايته من هنا نازل لتحت. مايل يعني من بدايته مايل لتحت وبعد كده بيميل لتحت اكتر. صح كده؟ طيب لو انا ما اخدتوش بكسرات مش هعمل كده. انا متاكد ان انت هتروح جايباه يا اما بيطلع لفوق الجفن يا اما بيمشي عدل وبعد كده بينزل لتحت. وبيمشي عدل دي صعبه اصلا الكلمه. حلو؟ بس انا مش شايفه اوله مايل، انا شايفه في سنه طالعه وبعدين مايل. حلو مفيش بقى السن طبعا. لا امسك القلم كده، امسك القلم واعملي كده. اعملي من قريب ولا من بعيد؟ لا امسك القلم كده. اوكي. ايوه وما تاني واحده وخليه مع ده. في سن طالعه؟ لا بس هي دي بقى فكره كده الكسرات. كده ايوه بالظبط ان انا اروح جاي ماشي ممكن اروح جاي اعمل على الصور كده اروح ماسك الموبايل وارسم عليه كده بس اشوف هو مايل ولا لا فعلا طالع لفوق ولا لا. فاهمه كده؟ بصوا يا اولاد انت عملت عدل بعدين نزل. لا انا خليته مايل سنه. هناخد الكسرات يعني مثلا زي الاول. ايوه كده كده احنا بنعمل ايه؟ نعم. بس انا بترسم عندك انت غير اللي انت قلته. ايه؟ انت بتنزل خط كده على طول. هو مايل. انت فاهم تمام. انا اقصد يعني في الاول ده ناخد الكسرتين. ايوه ايوه نعمل الكسرات الاول. كل الغلطات دي انا كنت بعملها بلا فخر. طب كويس عشان تتعلمها صح. يا نهار ازرق ايه ده؟ ايه ده؟ شكلها فظيع صح؟ ايه؟ تطلع حلوه؟ كبيرة أوي، نسبة واسعة. فظيعه شكلها وحش جدا وتحت وفوق وحاجه كده شكلها غريبه صح؟ نكمل ولا ما نكملش؟ طالما انت قايس على الناس هتكمل مش قايس على الناس ما تكملش. طيب نشوف بس بدايه النني. ممكن نعمل حركه برضو للنني ان انا اقيس النني ده بالنسبه للنني اللي هناك. واشوف برضه هو نازل عدل وبعد كده يميل لجوه. طيب المنظر مش ايه
مش حلو خالص. ما يريحش. تحس إن هي تحس ان مرشوق في عينها ومسمار. عارفين اللي هو بيطلع بسوسته العين اللي بيطلع بسوسته كده. طيب تعال نرسم بعد كده الايه؟ المناخير. احنا لسه ما عملناش حاجه. عملت زينا بالظبط. نجيب طب هنكمل ونشوف. هو بيقول لك نجيب مش الاستيكة. بيحصل بينا كده. نجيب الاستيكه اللي هو ونمسح. بيحسه ده بص هي كارثه بقى ان حد يمسح دلوقتي كده. دلوقتي انا عشان امسح ما هو دلوقتي يبقى ضيعت انا على انت عارفه ايه الغلط اللي فيها؟ عارفه ايه المشكله اللي فيها ولا لا؟ لا ما ينفعش امسحها. لو انا امسحها امتى؟ لو انا عارف ايه المشكله اللي فيها. يعني ايه مثلا؟ يعني انا رحت قست النسبه تاني رجعت عليها عشان حسيت انها مش صح. فرجعت على النسبه لقيت ان العين لا ده عايزه تقرب هنا ودي عايزه مثلا تقرب هنا. لا خلاص ساعتها همسح. فاهمه كده؟ وانا ما لقيتش الكلام ده ولقيت ان النسبه بتاعتي صح. خلاص همسح ازاي؟ بنعرف في الناس. يبقى لعيب في النسبه صح كده؟ خلاص نكملها بقى في الاخر. الناس مش في الناس. طيب بس بص بقى الاول كده المناخير بتبدا منين؟ بتبدا من عند مدمع العين وبتنتهي فين؟ عند مدمع العين صح؟ حلو الكلام ده صح. هنا بقى صح ولا مش صح؟ طيب نرجع نشوف. لو انا اخدت المناخير دي وعملتها بخط لفوق هي دي نازله من عند مدمع العين؟ لا من بعده. طب من بعده بقد ايه؟ ما تيجي نعمل لعبه حلوه كده. ان انا لو قلت ده بدايتها من هنا صح كده؟ طب الحته دي لو قست من هنا لهنا قد ايه بالنسبه للعين؟ او للنني مثلا؟ ربع العين. من ربع. تاني. من هنا من مكان بدايه المناخير لغايه اول العين. حلو؟ طيب لو قسناها كده اهي ربع. حطيناها على النني او على مش خلينا على النني عشان نقارنها بالظبط. فهي تقريبا اكبر من نص النني وحاجه صغيره او ربع العين صح؟ حلو. يبقى انا دلوقتي هقيس حته اكبر من نص النني بحاجه صغيره واخدها احطها فين؟ من بعد العين واعمل نقطه. شايفين النقطه دي؟ من تحت النقطه دي هنا هبدا ارسم المناخير. حلو كده؟ طيب حلو ايه؟ ما ينفعش يعني ان احنا نجيب الخط لا مايل لا. ليه بقى؟ مايل ده بيعذبك. والله. انا بشوف المناخير يعني اولها كده جايبها كده كده لا. انت معايا وهكمل بقى ما انت لو اخدت الخط ده مايل ومايل انت هتجيب نفس الميل بالظبط؟ لا هيبقى حوار وهتفضل تقيس ميل وهتلخبط معاك وبتاع فكده اسهل كده يا في حاجه مظبوط. اديتها لنا في اول حصه تقريبا اللي هي الخط كده لاخر من المناخير لاخر الجفن والعكس. احنا بنتكلم من المجمع يا مان. بنتكلم ده كان الحاجب ده كان نسبه الحاجب اللي هو لو عايز اجيب مكان الحاجب. طيب دلوقتي انا عرفت خلاص ان المناخير هتبدا من هنا. طيب هتنتهي فين؟ مش المفروض ان المناخير دي تنتهي عند مدمع العين؟ صح كده الناحيه الثانيه برضه. تعالى نشوف الكلام ده هنا صح ولا غلط. لو انا اخدت خط من هنا من عند اخر حته في المناخير وطلعت لفوق هي نازله من عند مدمع العين؟ لا لا. ايوه لا نازل من عند بعد اخر النني يعني يا دوب كده ايه حته صغيره قبل اخر العين صح؟ حلو. هروح جاي هنا من عند قبل اخر العين واروح عامل خط مستقيم بالطول كده وهقول من هنا نهايه المناخير يبقى ازرق يعني مناخير هنا ما شاء الله. قشطه؟ طيب من هنا كل دي عرض المناخير بس انا هبص على حاجه بس اشوف احنا عاملين خط عادي ولا مايل؟ احنا عاملينه مايل صح؟ ايوه تعالى. يبقى المناخير هتبدا من هنا هتنتهي هنا. قشطه؟ طيب حجمها قد ايه؟ طولها او طولها قد ايه؟ طيب احنا عايزين نعرف من هنا لهنا صح؟ مش المفروض المسافه دي قد ايه؟ عين قد العين. دي كنا قلنا قد العين. ومن هنا لهنا قد ايه؟ نص عين. نص عين. طب نتاكد من الكلام ده. هروح قايس المسافه من هنا بصوا من عند بدايه من عند بدايه الكوره لغايه مدمع العين. لما يكون سن القلم في نفس علو مدمع العين خلاص دي المسافه. حلو؟ هروح واخد المسافه دي اروح حاططها هنا. طلعت قد من عند بدايه العين لغايه تقريبا ايه؟ بعد النية بحاجه صغيره قوي. صح كده؟ صح الكلام ده؟ مش فاهمه؟ مش شايفه يعني. يعني لو انا قست من عند الكوره لغايه مدمع العين. حلو؟ ما نفس بقيسش. الشبه بتاعها. ما بقيسش من عند بداية الحاجة. لا انا غير من الحاجب انا ما رسمتش الحاجب اصلا. يعني قصدك اشوفها ان هي نازله عند بدايه الحاجب؟ يعني انا بحسبها أنا وأنا عين راسم من الحاجب. الحاجب برسم الحاجب الاول. انت قصدك على ايه دلوقتي؟ انا قصدي على طولها. ما هو طول هي المناخير الناس بجيبها بتاعتها من هي قبل بداية ما الحاجب لهنا عين. لا من مدمع العين هنا عين. حلو؟ هما تاهوا منك على فكره. انتوا نسيتوا الحته دي.
التاني من هنا لهنا، من هنا لهنا عين، عين. لكن ما كانش من فوق. لا ما كانش من فوق. حلو. هو من فوق لهنا 2 عين صح؟ لا من الاثنين لغايه فين؟ ايوه صح. طيب هقيس المسافه دي اهي وهحطها على العين، طلعت قد من هنا لغايه ايه؟ بعد العين، بعد النمل، صح كده؟ حلو. معنى الكلام ده ايه؟ يا استاذه راجيه، دي اقل من لو انا قست من هنا لغايه بعد النمل بحاجه صغيره، هي المسافه دي صغيره لغايه هنا كده، هو ده بدايه الكوره، صح كده؟ طب حلو، نهايه الكوره قد ايه؟ المفروض انها قد نص العين، صح؟ ما هو نتاكد برضه من الكلام ده، هاخدها اقارنها بالنمل، اقرب حاجه اللي شبهها يعني، صح كده؟ اقرب حاجه المسافه دي. فاروح قايس المسافه بتاعت الكوره دي واخدها احطها على النمل، طلعت اكبر من النمل بحاجه صغيره، صح؟ يبقى انا هروح جاي هنا هقيس حته اكبر من النمل بحاجه صغيره، اخدها احطها على الكوره واعمل نقطه، يبقى هنا نهايه المناخير عندي. يبقى انا كده عرفت ان هنا اول الكوره، هنا نهايه الكوره. انا الازرق كل دي كوره كبيره قوي، صح؟ معلش ممكن تقيس تقيس المسافه المسافة تاني؟ معلش حاضر. طيب لا ممكن تاني حسبنا اول الكوره ازاي وتاني واخر الكوره ازاي انا سريع كده مش سريع. بصوا شمر لنا. بص دلوقتي صلى على النبي. المناخير اول حاجه كده، المناخير قلنا هي بتبدا منين؟ بتبدا من عند مجمع العين وبتنتهي هي لفه كده بالجنب بس، عادي ممكن تبدا من عند مجمع العين، بس تنتهي عند مجمع العين ما ينفعش، لان خلاص انا اصلا بقيت شايف الحته دي، صح كده؟ فانا لما هي لفت كده انا لقيتها ان هي بتبدا هنا مش عند مجمع العين، بعدها. طب ليه بعدها وهو طبيعي يكون بعدها؟ لانها بصت لفوق، فخلاص طبيعي ما بقتش دي بدأ عند النقطه دي، صح كده؟ طيب حلو. انا بقى ما باجيش اقول ان هي بقت مايله، لا مايله دي هتلف يعني حوار وهيبقى صعب شويه، فخلاص انا هشوف هي بادئه منين بالظبط وهقول بادئه من عند الحته دي. فلما عملت خط هنا بالطول لقيتها بادئه من بعد العين، صح؟ حلو، فقلت من بعد العين وهعمل خط وخلاص هو ده بدايه المناخير. طيب جيت بعد كده نهايه المناخير، هي نهايتها فين بالنسبه للعين؟ قطع العين تقريبا في النص، صح كده؟ حلو، يبقى خلاص من عند نص العين الثانيه هنا وهعمل خط واقول ده نهايه المناخير، صح كده؟ طولها بقى قد ايه؟ تقريبا في النص، مش النص بالظبط يعني. طيب طولها بقى قد ايه؟ من هنا لغايه هنا، قست المسافه دي لوحدها الاول وحطيتها على العين، طلعت قد ايه؟ طلعت قد من هنا لغايه هنا. الكلام ده انتوا شايفينه بعينيكم صح؟ يعني من هنا لهنا قد من هنا لهنا؟ لا دي صغيره قوي، صح؟ خلاص طب نتاكد طالما انا شاك في النسبه نتاكد من بس انت قست برضه الدايره اللي تحت طلعت نفس المقاس على فكره. اهو. بص انا قست